الملك توت عنخ آمون يعتبر من أكثر الملوك المشهورين في عهد مصر القديمة. وعلمنا أن الملك توت عنخ آمون حكم مصر وهو صغير السن، لأنه توفى في سن 18، ولقد تم اكتشاف مقبرته عام 1922 بالأقصر، في البر الغربي وادي الملوك، وذلك على يد البريطاني هوارد كارتر، بعد 10 سنوات من البحث والتنقيب. وأخيرا تم الكشف عن جميع مقتنياته كاملة، والتي تصل عددها إلى حوالي 5300 قطعة أثرية، وذلك بخلاف التي خرجت بالقانون أو من غير القانون، ومعظمها كانت معروضة بالمتحف المصري بالتحرير حتى وقت قريب. لكن تم نقل الكثير منها، وسيتم عرض كل القطع بقاعة كنوز الملك توت بالمتحف المصري الكبير، والمقرر افتتاحه هذا العام بإذن الله تعالى. ومن أجمل القطع التي نود الحديث عنها اليوم كرسي العرش. وكرسي العرش الخاص بالملك توت عنخ آمون يعتبر من أفخم وأجمل وأروع كرسي على وجه الأرض، وهو مصنوع من حوالي 3300 عام مضى، ويعتبر قطعة فنية فريدة لا مثيل لها في الكون. كرسي العرش مصنوع من الخشب، ومغطى بصفائح من الذهب والفضة، ومزخرف بأحجار شبه كريمة، وكذلك بالزجاج الملون. ونرى على ظهر الكرسي الملكة عنخ باس، زوجة الملك توت عنخ آمون، وهي تدهن جسد زوجها الملك بالعطر والتعطير، هذا أو اللمس، يعني الحب والمودة بينهما، وتلك هي لغة التلامس الجسدي. والقصة العجيبة هنا أن كل واحد منهم يستخدم فردة واحدة من الحذاء الصندل. وفي هذا السبب عدة آراء، لكن أشهرهم أن القدم الداخلية نصفها مخفي بالقدم الخارجية، فلن تتأثر بلبس الصندل، لكن القدم الخارجية لم يود الصانع أن يخفيها. وهذا فكر متعلق بالعقيدة المصرية القديمة، وهي خاصة بالبعث للحياة مرة أخرى، بمعنى أي جزء من الجسم مخفي سوف يتأثر بهذا الاختفاء وقت البعث. وربما هذا ما جعل الفنان لا يقوم بتغطية القدم الخارجية بأي صندل. وهناك رأي ثاني، وأنا أعتبره ضعيفا، وهو أن الصندل في القدم الخارجية كانت موجودة لكنها وقعت لسبب ما. وبين الزوجين الملك توت وزوجته قرص الشمس، والشمس هنا تمثل المعبود آتون، وهو يرسل أشعته نحو الزوجين الملكيين. وفي نهاية كل شعاع توجد يد بشرية، ومن المفترض أن تكون رمز الحماية الإلهية، ومن المحتمل أن تكون تلك الأيادي رمز إعادتهم للحياة، وذلك بسبب الرمز عنخ أو مفتاح الحياة الذي موجود مع الأيادي في نهاية كل شعاع. والملك توت هنا يلبس تاجا مركبا وقلادة عريضة، أما الملكة فتضع إكليلا رائعا على رأسها. وجسم الملك والملكة مطعمين بالزجاج الملون، والأجسام مغطاة بالفضة، وهذا تقليد للزي المصنوع من الكتان الأبيض. ومقدمة مساند كرسي العرش هدفها حماية الملك، وهي على شكل رأس أسد، وعيون الأسود مطعمة بحجر اسمه عين القط، وهو نفس شكل العين الحقيقية تماما. ورجول الكرسي أيضا تشكلت على هيئة رجول أسد، في حين شكل الباقي من الكرسي عند الجنبين على هيئة ثعبانين مجنحين يمينا وشمالا، متوجين بالتاج المزدوج لمصر العليا والسفلى، كي يحميان اسم الملك، وبين تلك الأجنحة اسم الملك. اسم منهم كان أثناء التوحيد في ديانة أتون باسم توت عنخ آتون، والثاني بعد عودة تعدد الآلهة وانتهاء عبادة التوحيد باسم توت عنخ آمون. وفي ظهر الكرسي 4 من الكبرى لحماية الملك من الأرواح الغير مرئية الشريرة، وربما عدد 4 هي أركان مصر ال4. وأسفل مقعد الكرسي توجد علامة زخرفية على شكل الرئة، وهي تعني علامة السمتاوي باللغة المصرية القديمة، معناها الأرضين، أرض مصر العليا وأرض مصر السفلى.
وزودوا كرسي العرش بمسند للأقدام من الخشب، محفور عليه صور رمزية لأعداء مصر الشماليين والجنوبيين، والمعروفين باسم الأقواس التسعة، وهم مربوطين وممددين على الأرض في إذلال. أما الطيور المصورة، المعروفة باسم رخيد، والتي تشير إلى عامة الشعب، ممثلة هنا تحت سيطرة الملك. يشار إلى أن المقبرة لم يعثر عليها كارتر بمفرده، إذ دله على مكانها الطفل حسين عبد الرسول. وهناك قصة لا يعلمها الكثيرون من الناس، وهو أن الفضل الحقيقي أو السبب الحقيقي في اكتشافها كان لصبي يبلغ آنذاك 12 سنة، وكانت مهمته نقل الماء للعاملين في موقع العمل، واسمه حسين عبد الرسول. واكتشف فتحة المقبرة حين كان ينزل مياه من على ظهر الحمار. وبعد ذلك ذهب حسين عبد الرسول إلى كارتر ليخبره عن ما عثر عليه. وحسين عبد الرسول ينتمي لعائلة عبد الرسول الشهيرة الذين كشفوا خبيئة المومياوات في الدير البحري. وحول ما قام به هوارد كارتر مع حسين عبد الرسول، هو أن كارتر ألبس حسين عقدا من مقتنيات الملك الفرعوني توت عنخ آمون، وقام بتصويره. وظل حسين عبد الرسول طيلة حياته يكتفي بأن يظهر صورته للسائحين وهو يرتدي قلادة الملك الذهبي. شكرا للمشاهدة والاستماع، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. مع خالص تحيات عصام جلال.